ابن المحظوظة يا غريمي، يا ابن المحظوظة، بطولتين مرة واحدة. لو أول مرة تشوفنا يا صاحبي اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ويلا بينا على فيديو. لا، ارزع اللايك المتين ويلا بينا على فيديو النهارده. فيديو النهارده ان الزمالك هيلعب النهارده ماتش مهم جدا جدا مع اتحاد العاصمة الجزائري في اياب نهائي الكونفدرالية. اياب نهائي الكونفدرالية اللي هيكون على استاد القاهرة متقفل بجماهير الزمالك، ومتخصص 2000 تذكرة بس لجماهير اتحاد العاصمة. وزي ما كلنا شفنا ان الزمالك خسر ذهاب النهائي على ارض الجزائر من اتحاد العاصمة بسيناريو عجيب جدا جدا. وطبعا الكل طلع قال لك ده السيناريو اللي متعود عليه نادي الزمالك بيجيب جون في الدقيقة 90. خوان بزيرة خلاص جاب جون واحتفلوا والدنيا تمام. اهم حاجة طمنونا على خوان بزيرة، وصل القاهرة ولا لسه بيجري من ساعتها؟ طمنونا عليه. طب هيلعب الاياب؟ طيب الاياب كمان شوية، يعني كلها كام ساعة وهتلعبوا الاياب؟ الحقوا جهزوه من دلوقتي. بعد ما جاب جون وخلاص واحتفلوا والدنيا تمام، نبص نلاقي الحكم راجع للفار علشان يبص على ضربة جزاء لاتحاد العاصمة، وبالفعل بيلغي الهدف وبيحسب ضربة جزاء لاتحاد العاصمة علشان احمد خالدي يقدر يسجلها هدف ويكسب اتحاد العاصمة موقعة الذهاب في الجزائر بهدف مقابل لا شيء. طب ازاي الزمالك هيكسب بطولتين مرة واحدة؟ الزمالك النهارده في مواجهته المهمة مع اتحاد العاصمة لو قدر ان هو يحقق الفوز، ما اقولكش بقى الزمالك النهارده ممكن يقول لك احنا كسبنا كاس العالم، بس هم كسبوا الكونفدراليه الافريقيه اللي هي بالنسبه لنا اصلا دوره رمضانيه، واحنا مش متقبلين ان احنا هنلعب فيها الموسم اللي جاي. الزمالك النهارده لو قدر يكسب الكونفدراليه الافريقيه هيبقى داخل الماتش اللي بعده اللي هو ماتش سيراميكا كليوباترا بدوافع مهمه جدا جدا جدا. هيبقى داخل عنده نشوه الفوز، هيبقى داخل مبسوط، اللعيبه نفسيتها مرتفعه، الجماهير نفسيتها مرتفعه، فهتدخل تقضي على علي ماهر وعلى سيراميكا كليوباترا مره واحده. وبكده هتبقى انت هتبقى خدت الدوري المصري، وهتبقى خدت الكونفدراليه الافريقيه، وهتبقى طلعت من الموسم بالكونفدراليه وبالدوري المصري. ويكون في علمك الاهلي ما طلعش بموسم صفري، الاهلي طلع بموسم كارثي لكنه مش موسم صفري خالص. الاهلي طالع بالسوبر المصري من الزمالك ذات نفسه، بس هما ما بيعترفوش بكده. كل الناس النهارده عماله تقول لك افريقيا، مش عايز اسمع جماهير الزمالك في المدرجات تقول افريقيا يا زمالك، قول الكونفدراليه يا زمالك. اما تيجي تتكلم قول الكونفدراليه يا زمالك، لان الزمالك الحقيقه بتقول ان هو بقاله 24 سنه ما خدش افريقيا ومش هياخدها، حتى هو هيروح يشارك في افريقيا الموسم اللي جاي مش هياخدها. ماتش الزمالك النهارده مترتب على نتيجته حاجات كتيره جدا جدا زي ما قلت لحضرتك. الزمالك لو كسب الكونفدراليه النهارده وكسب اتحاد العاصمه هيدخل على ماتش الدوري هيكسب الدوري، ومش كده وبس، مش كده وبس، لا كمان لو كسب الدوري هيصعد لبطولة دوري أبطال أفريقيا اللي الزمالك بقاله 3 سنين ما بيلعبش فيها. الزمالك بقاله 3 سنين ما بيلعبش دوري أبطال أفريقيا، فهو عايز يرجع لدوري أبطال أفريقيا من تاني علشان يرجع لفرصة إن هو يرجع من دور المجموعات كالعادة من تاني. انتوا عارفين إن الزمالك على طول بيطلع من دور المجموعات، لك أن تتخيل إن الزمالك لعب أصلا في بطولة دوري أبطال أفريقيا 32 مرة على مر العصور بقى. تاريخ الزمالك 32 مرة لعب في دوري أبطال أفريقيا، طلع 9 مرات من مرحلة دور المجموعات، بس مرحلة المجموعات 9 مرات الزمالك يطلع منه، فدي مش جديدة يعني. فالزمالك لو كسب النهاردة هياخد الكونفدرالية، هياخد الدوري، هيصعد لدوري أبطال أفريقيا. وخلي بالك إن ده مهم جدا جدا، عشان لو الزمالك صعد لدوري أبطال أفريقيا وكسب بطولة دوري أبطال أفريقيا تفتكر ممكن يكسبها ولا لأ؟ أكيد لأ، هيروح يلعب في كأس العالم، وده مهم جدا وحلم مشروع لنادي الزمالك. بس أنا بقولك يا صاحبي مش هيتحقق، ما تحلمش. لكن على الناحية التانية الزمالك لو خسر من اتحاد العاصمة هتقول لي يا عم قول بعد الشر، اقول لك لا، انا واحد من جماهير الاهلي عايزه يخسر فعلا، وعمري ما هشجع الزمالك اصلا. الزمالك لو خسر من اتحاد العاصمة في اياب نهائي الكونفدرالية، او على الاقل الفرقة دي هتدخل قدامك. اتحاد العاصمة على فكرة عمره ما هيفتح خطوطه في القاهرة هنا غير لما يستقبل هدف،
وبعيد كمان لما يستقبل هدف ما يفتحش خطوطه، هو ممكن يفتح خطوطه ويفتح دفاعاته لما الزمالك يحرز هدفين بس. دي الحالة الوحيدة اللي ممكن اتحاد العاصمة، وكلنا اتفرجنا وشفنا ماتش اتحاد العاصمة والجيش الملكي في المغرب، شفنا قد ايه كان في صلابة دفاعية من دفاع اتحاد العاصمة، وقدر ان هو يسجل هدف من ضربة جزاء وينام عليه لحد ما الجيش الملكي تعادل في اخر الماتش خالص 1-1، لكنه كان صعد بقاعدة الهدف بهدفين. فالزمالك النهاردة هل هيقدر يفك تكتلات صلابة الدفاع بتاع اتحاد العاصمة؟ وهل هيقدر يفوز ببطولة الكونفدرالية اللي هتوصله لمراحل كبيرة جدا؟ ولا هل الزمالك كالعادة ان شاء الله يفرحنا ويطلع من بطولة الكونفدرالية، وبعد ما يطلع من بطولة الكونفدرالية يدخل على الدوري يخسر 1-0 او 2-1 من علي ماهر، فيطلع بالتالي من الدوري العام ياخد الترتيب التالت كده، يروح يلعب هو الكونفدرالية بدلنا؟ انت كده كده متعود عليها، سيب لنا احنا دوري ابطال افريقيا متعودين عليه، وانت روح له البطولة المفضلة بتاعتك، وساعتها مش هيلعب كاس عالم، وساعتها مش هيوصل لأي حاجة خالص، وهيبقى طلع بموسم صفري. تفتكر الزمالك هيحصل ده ولا هيحصل له ده؟ قول لنا رأيك في التعليقات، ولو وصلت لحد هنا شكرا لوجودك، سلام.